ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل بقى مع بعض النهارده الكشري المصري بقى اللي احنا بنموت فيه. هنعمله مع بعض احلى 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 من بتاع المحلات، وان شاء الله هتجربوه هتحكموا. شايفين بقى؟ شايفين جميل ازاي؟ ولون البصلة جميل ازاي؟ وهنعمله بقى بسرعة خالص ومش هياخد مننا وقت خالص. انا معايا كده العدس بتاعي. إيه، لو عندك وقت من بالليل يعني وعارفه ان انت هتعملي كشري مصري ممكن تنقعيه من بالليل. إيه، انا بقى ما كنتش نقعته، يعني انا غسلته اهوت وحطيت عليه ميه وملح وكمون. دي اول حاجه كده هعملها عشان اخلص منها. هو انا هعمل العدس كده خلاص. تاني حاجه بقى، دي لازم انا بعملها اول حاجه، وهقول لكم ليه. انا مع البصل بتاعنا هقطعه نصين كده، وهبتدي بقى ايه ان انا اقطعه شرايح رقيقه. اقطعه كده شرايح كده رقيقه خالص. بصوا بقى يا حبايبي، انا بعمل البصل الاول ليه؟ انا بعمل البصل الاول عشان الزيت بتاع البصل ده اللي انا بستخدمه في الكشري المصري، يعني ده اللي انا بعمل بيه اللي بحطه على المكرونه وبحطه على الرز، بحطه في الصلصه. إيه، بحطه يعني في كل حاجه عشان ده اصلا اللي بيدي ال- الطعم. الكشري المصري بيبقى زي المحلات. انا حطيت معلقه كبيره كده من الدقيق، وهغلف بها البصل بتاعنا كده، وهفككه كده من بعضه عشان يبقى كله متغلف بالدقيق. وكنت برضو رشة عليه رشة بسيطة قوي قوي من الملح. بفككه كله من بعضه كده زي ما انتوا شايفين. وانا بقى هقليه وهرجع اوريكم بقى انا بعد ما قليته كان عامل ازاي. بصوا لونه وجماله. حطيته على مناديل مطبخ. انا جبت الطبق ده كده، حطيت عليه مصفى، ونزلت بالطاسة. يعني ايه، صفيت البصلة بتاعتنا في قلب المصفى كده، والزيت نزل في الطبق. عشان الزيت ده بقى زي ما قلت لكم، ده اللي انا هشتغل بيه في الوصفة بتاعتنا كلها. انا معايا كده الحلة اللي هعمل فيها بقى الصلصة بتاعتنا. نزلت البصلاية ديت عايزاها تاخد لون شوية كده. ده برضو بيفرق، برضو بيفرق في الطعم بتاع الصلصة. بفضل بقى احمر فيها كده لحد ما تاخد لون ايه. ايوه، نفس اللون ده كده. ده مش محروق على فكرة، ده الفلاش هو اللي ايه عامل اللون. بصوا لونها بني فاتح كده. هنزل بقى بالطماطم بتاعتي. انا هحط بقى معلقة صغيرة من السكر، واظبط الملح بتاعنا على حسب بقى. انا حطيت معلقة ملح برضو، كمون. هي دي البهارات بتاعتنا يا حبايب قلبي. دي ايه اللي انا نزلت بها دي معلقة خل. ريحة الصلصة بقى ملهاش حل قبل ما تغلي حتى. معلقة الخل دي بتفرق معايا قوي قوي في الصلصة. بتبقى ريحة الصلصة كده بتاعت الكشري المصري بتاعت المحلات. هسيبها بقى تغلي. ده العدس بتاعنا اهو. انا صفيته وحطيته في علبة كده وهغطيه يفضل بقى دافي كده، وهركنه بقى على جنب. يبقى انا خلصت من البصل وخلصت من الصلصة، والعدس بجيب اهو. الرز بقى، انا عندي رز ابيض بايت من امبارح. مش هرجع بقى اعمل رز تاني. واخليه رز بشعرية. يعني بصوا كأنه لسه طازة، كأن أنا لسه عاملاه دلوقتي. اي رز عندك انت ابيض يعني وعايزه تعملي رز بشعريه، شوف انا هعمل فيه ايه. بصوا يا حبايبي، انا جبت اهوت حبه شعريه كده، حطيتهم على النار في حله.
فيها زيت، وهقلبها لحد ما لونها ايه يبقى ذهبي معانا بالشكل ده. بعدين هنزل بايه بالميه. هغطي بقى عليها يا حبايب قلبي، وهتشوفوها لما تنشف كده اهي كانت استوت خلاص. حطيت الرز عليها بقى كده وهقلبه. انا مش عارفه اقلب بقى، معلش سامحوني عشان انا كنت ماسكه الموبايل في ايدي. بصوا بقى يا حبايبي، انا اهو انا بعد ما قلبته كده بسيبه يعني لحد ما الرز يسخن كده يعني 10 دقايق. وبصوا الرز كأنه لسه معمول طازة حالا. يبقى كده كمان احنا خلصنا من ايه، خلصنا من الرز. هولع على المية بتاعه المكرونة. انا حطيت بقى المكرونة يا حبايب قلبي بعد ما غلت، ما غلت يعني. حطيت المكرونة سباكيتي، وحطيت مكرونة خواتم. ديت انا بحب استعملها في الكشري. دي النوع اللي انا بحب استعمله في الكشري، اللي هي المكرونة الخواتم دي زي اللي بيجي من بره. خلاص كده انا صفيت المكرونة بعد ما خلصت، وحطيت ايه حبة زيت كده من بتوع البصلة اللي احنا مصفينها. وهنزل بالمكرونة اول ما الزيت كده بيسخن جامد. هنزل اهو بالمكرونة وهقلبها كويس. ريحة المكرونة بقى يعني في منتهى الجمال، الريحة في منتهى الجمال. انا بقلب المكرونة كده كويس كده في الزيت ده. انا معلش برضو سامحوني، ما كنتش عارفة اقلب لان انا ماسكة التليفون في ايده وبصور في ايد. بصوا بقى يا حبايب قلبي. انا معايا الوقت هعمل الدقة. انا معايا 3 فصوص كده من الثوم دقاهم. انا مش عايزه الثوم ياخد لون، انا بس يعني بخليه عايزه الريحه بس كده يصفر حاجه بسيطه قوي قوي قوي. زي ما انتوا هتشوفوا معايا كده برضو. ومجهزه ازازه الخل في ايدي. بصوا بقى لونه كان عامل ازاي. نزلت كده بحوالي 5 معالق كبار كده من الخل، عليهم حبه كده من الميه، رشه ملح صغيره، ورشه كمون. انا كده معايا الدقه بتاعتنا بتاعت التوم جاهزه. هنعمل برضو مع بعض الدقه بتاعت الشطه. هنعمل شطه الزيت معايا برضو. الزيت، كل الزيت اللي انا بستعمله في الكشري المصري دلوقتي من بتاع البصله، برضو بتاع الدقه حطاه من بتاع البصله. هنزل كده بمعلقه كبيره من الشطه لحد ما ناخد ما نشم ريحتها كده في الزيت. معايا كده معلقه صلصه من اللي احنا عاملينها، هطفي بها على طول كده وهقلب. ريحه الشطه كانت طالعه ايه، الشطه بتاعتي كانت حراقه اصلا قوي. حبه ميه برضو كده.
وتحط لها برضو حبة ملح، بس نخلي بالنا ان الشطة فيها ملح. الصلصة. بصوا بقى يا حبايب قلبي شكل الطبق ازاي، وانا برضو هقول لكم تغرفوه ازاي زي المحلات. الرز بيبقى تحت، عليه المكرونة، عليه العدس بتاعنا. بنحط بقى الصلصة، وبعدين لو عاملة معاه كبدة بتحطي الكبدة، وبعدين تحطي تحطي الكبدة وفوقها الصلصة، وتحطي بقى البصل بتاعنا. بصوا اصلا البصل لونه جميل ازاي ومش محروق وجميل. الكشري كان طعمه وريحته يعني جنان جنان كده. اتمنى بقى تجربوه، واللي بيعمله بطريقتي كده يقول لي ان هو بيعمله كده في التعليقات. وما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني ان شاء الله. طبق الكشري بيتكلم عن نفسه وعن جماله. معايا كده شطة الزيت، ومعايا الدقة بتاعتنا. وان شاء الله وصفتي هتعجبكم قوي قوي قوي. اللي بيعملها زي كده يعرفني، واللي ما بيعملهاش يجربها كده. واشوفكم على خير بقى في فيديو تاني جديد.